يقول لهم الإمام المعصوم سلام الله، الإمام القائم المهدي سلام الله عليه، يقول لأصحابه: إني فإذا كنتم وأنتم الأخيار من الأصحاب الصادقين للإمام سلام الله عليه فيجب أن تبايعوا، ويجب أن نبايع إذا كان العاصي الجاني المتحدث معكم من الأنصار الصادقين للإمام سلام الله عليه، يجب أن نبايع أيضا معكم في نصرة الإمام سلام الله عليه. فيقول الإمام لهم: إني لست قاطع أمر حتى تبايعوني على 30 خصلة تلزمكم، هذه ملزمة وملزمة لكم، لا تغيروا منها شيئا، التزموا بهذه الخصال بهذه المواصفات. ليس لكم علاقة بأهل الباطل، ما حصلوا من عدد، من واجهات، من مكاتب، من مناصب، من أشخاص، من ذهب وفضة، ليس لكم من وسائل إعلام، ليس لكم علاقة بهذا الأمر. التزموا بإمامكم سلام الله عليه، نلتزم بإمامنا سلام الله هو قدوتنا، ونلتزم بما أوصى به وبما نبايع به الإمام سلام الله عليه. قال: إني لست قاطع أمر حتى تبايعوني على 30 خصلة تلزمكم، لا تغيروا منها شيئا، ولكم علي 8 خصال. فقالوا: سمعنا وأطعنا، فاذكر لنا ما أنت ذاكره يا ابن بنت رسول الله. فيخرج الإمام سلام الله عليه إلى الصفا، فيخرجون معه ويقول: أنا أبايعكم على أي شيء؟ سيذكر هذه الخصال 30 سلام الله عليه. لاحظوا، دققوا بهذه ولنرى هل التهجير، هل التقتيل، هل الكيد، هل المكر، هل ترويع الأطفال والنساء، هل القتل على الظن، هل اقتحام البيوت ونهب الأموال وإباحة الدماء والأموال، وهل حرق المساجد وتهديمها السنية وفضلا عن الشيعية؟ هل هذا هو المطلوب؟ هل هذا هو من أخلاق الإمام، من أخلاق أصحاب الإمام سلام الله عليه؟ ستجدون بأن هذه القضايا قد أشير إليها وقد أنكرها الإمام سلام الله عليه، وألزم الجميع في البيعة الصادقة وبالبيعة الصادقة بالعمل بخلاف تلك الجرائم والمنكرات والقبائح. ماذا يقول الإمام سلام الله عليه؟ يقول: أنا أبايعكم على أن، أولا نذيع أو نقرأ ما يريد الإمام سلام الله عليه: لا تولون دابرين، الذي يدخل في أرض معركة ويدبر ويهرب لا تولي عليه ولا تقتله. فكيف تذهب إلى عائلته؟ كيف تذهب إلى أطفاله؟ كيف تهجر الأطفال؟ كيف تقتل الأطفال؟ لا إله إلا الله. لو سلمنا بين هؤلاء الأطفال، هذه العائلة وهذه النساء هم عائلة هذا المجرم أو عائلة هذا الإرهابي أو عائلة هذا الكافر أو عائلة هذا المنافق، كيف تذهب إلى عائلته؟ كيف هذا لو سلمنا هو؟ فكيف أنك لم تثبت ولم يثبت عندك بأن هذا هو المجرم وهو الجاني، فكيف تذهب إلى عائلته وتقتل العائلة والأطفال وتهجر العائلة والأطفال؟ لا تولون دابرين، الآن لا تولون دابرين، الآن قرأناها بأن لا تولي على دابر من يهرب، لكن الآن سيأتي الكلام لهذه الفقرة وربما نحن استعجلنا، وهذا من السهو والنسيان والخطأ والعصيان عند المتحدث. لكن لا تولون أي لا تهربون من أرض المعركة، لا تتركون الحق، لا تتخلفون عن نصرة الحق في هذه القضية. لا تولون دابرين، أنتم لا تتخلفون، لا تتكاسلون، لا تهربون ولا تسرفون. لاحظ، لا تولون دابرين ولا تسرفون ولا تزنون ولا تفعلون محرما ولا تأتون فاحشة ولا تضربون أحدا إلا بالحق ولا تكنزون الذهب والفضة ولا تكنزون تقدير يعني ولا تكنزون الذهب والفضة ولا برا، يعني لا حنطة ولا شعيرا، ولا تكنزون الذهب والفضة ولا برا ولا شعيرا. لاحظوا، هذه ربما تقولون لا تضربون أحدا إلا بالحق فيها، وهذا حق أو هذا باطل وإحنا ضربنا بالحق. لا، لاحظ ماذا يؤكد الإمام: ولا تخربون مسجدا ولا تشهدون زورا. نعم، مساجد أهل السنة مساجد، نعم مساجد أهل الشيعة مساجد، نعم مساجد. لماذا تهدم مساجد أهل السنة؟ لماذا تهدم مساجد أهل الشيعة؟ ولا تخربون مسجدا ولا تشهدون زورا، لا تكذبون، لا تكيدون. فكيف إذا كانت شهادة الزور عند المحتلين، عند العملاء، عند المنافقين، عند الكافرين؟ ولا تقبحون على مؤمن ولا تأكلون الربا
والمطلوب بعد هذا أيضا يقول الإمام سلام الله ويشترط الإمام وأن تصبرون على الغراء، لا تخترون، لا تطلبون الرشا، لا تطلبون الجاه والأموال فتغركم، وأن تصبرون على الغراء وعلى الجوع والعطش والضيم والظلم والكراهة والمرض نصبر عليها نعم. ولا تلعنون موحدا، لا تلعنون موحدا، ولا تلعنون موحدا. وهذه الموحد معناه عام جامع يشمل كثير من العناوين من غير المسلمين فضلا عن المسلمين. ولا تلعنون موحدا، ولا تشربون مسكرا، ولا تلبسون ذهبا ولا حريرا، لا تكنزون الذهب ولا تلبسون الذهب والحرير، ولا تلبسون ذهبا ولا تلبسون ذهبا ولا حريرا، ولا تلبسون ذهبا ولا الحرير الديباج، ولا تتبعون هزيمة، هذه التي أشرنا إليها سابقا قلنا لا تولون دابرين، وشرحنا شيء نقصد هذه الشرح السابق يأتي إلى هذه الفقرة. ولا تتبعون هزيمة، فكيف عوائل المهزوم لو صح الكلام وانطبق بين هذا هو المهزوم وهو المجرم. ولا تسفكون دما حراما، ولا تعذرون بمسلم، لا تعطي العذر بقتل مسلم، ولا تترك وتصد عن عذر طرحه المسلم. ولا تبغون على كافر، حتى الكافر لا تبغي عليه، فكيف البغاء على الإنسان المؤمن والمسلم. ولا تبغون على كافر ولا منافق، ولا تلبسون الخز من الثياب. وأيضا عليكم ماذا يقول الإمام سلام الله عليه وماذا يشترط؟ وتتوسدون التراب. وفي داخلكم أيضا يجب أن تصلوا إلى هذه المرحلة، ما هي؟ وتكرهون الفاحشة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا فعلتم ذلك يقول الإمام سلام الله عليه فإذا فعلتم ذلك، اللهم اجعلنا ممن يفعل ذلك يا رب العالمين. فإذا فعلتم ذلك فلكم علي، لاحظ ألا أتخذ الآن يذكر الخصال التي هو يتمسك بها سلام الله عليه ويلتزم بها سلام الله عليه. قال تبايعوني على 30 خصلة ولكم علي 8 خصال كما ذكرنا قبل قليل. هذه الخصال ال8 ماذا يقول سلام الله عليه؟ فلكم علي ألا أتخذ صاحبا سواكم، ولا ألبس إلا مثل ما تلبسون، ولا آكل إلا مثل ما تأكلون، ولا أركب إلا مثل ما تركبون، وأمشي حيث ما تمشون، وأرضى بالقليل، وأملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأعبد الله حق عبادته وأوفي لكم وتوفون لي. فيقولون رضينا وبايعناك على ذلك. ونحن نقول للإمام سلام الله عليه يا سيدنا يا مولانا إن شاء الله نكون صادقين، سددنا في أقوالنا، ونقول لك رضينا يا مولانا، رضينا يا مولانا، رضينا يا مولانا، وبايعناك على هذا وبايعناك على هذا وبايعناك على هذا، رضينا وبايعناك على ذلك يا مولاي، رضينا وبايعناك على ذلك يا مولاي، رضينا وبايعناك على ذلك يا مولاي. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.